أندو تروا سولاي هو أشهر وأضخم حفل فني جزائري في تاريخ أغنية الراي عالميا. على قناة ام بي سي مغرب، واحد الفنان مغربي يقول ويدعي بأنه أندو تروا سولاي طلع من المغرب ونجح بسبب المغرب. نسمعوا مع بعضنا هذا الفنان واش يقول ونردوا عليه فنيا بالتاريخ وبالدليل. نسمعوا مع بعضنا البعض. فاش كان جا البروجي عيطوا لستي فيليج بور فير لو بروجي، حيت كانت فيه موسيقى عربيه. طلب منهم انهم يتصلوا بيا باش نخدم على البروجي تو سكي تي ارانجمون اورينتو اكسيتيرا. اذا ملي اتصلوا بيا دونك كون جي اكسبتي قالوا لي دابا خصك تمشي لندن باش تخدم لي ارانجمون سور بلاس افيك ستي فيليج. قلت لهم لا، انا في المغرب في اكادير، ستي فيليج يجي للمغرب. اذا لو بروجي دو تخوا سولي كله طلع في المغرب. دونك لو بروغرام لي زارونجمون كلهم اورينتو اكسيتيرا. وعاد اتصلنا بلي ميوزيسيان اللي جاو. مي الحقيقه ما كاينش حتى واحد ما كان تيتسنى داك لو سوكسي كي ا دوري جوسكا اوجوردي. مي الحمد لله. دونك كانت واحد الخدمه اللي هي سبيسيال، لان حنا كان مثلا من الاغاني اللي تمشاو بزاف اللي هي عبد القادر ابو علام. أندو تروا سولاي يا جماعة نجح بسبب فنان واحد اللي هو الكينغ خالد. سي غراس الشاب خالد. في 22 سبتمبر 1998 قاعة فيرساي في باريس امتلأت عن آخرها. أكثر من 40 ألف متفرج جاو للاستمتاع بأغاني الشاب خالد. ديدي وعيشة ووهرن وهرن وطوال وجنحيك ونسينسي، كل هذه الجماهير جاو خصيصا للاستمتاع بأغاني الكينغ خالد. مع احتراماتي لكل الفنانين اللي مشاركين في الحفل، مع احتراماتي لكل المنظمين، مع احتراماتي لأي واحد تسبب في إنجاح هذا الحفل. خالد كانت عنده شهرة عالمية سنوات التسعينات. فكرة هذا الحفل باش نردوا على هذا الفنان المغربي، انه في 1993 الكينغ خالد اقترح على باسكال باركلي اللي كان هو المنتج التنفيذي لشركة يونيفرسال يو ام جي ميوزيكال جروب. اقترح عليه حفل موجه خصيصا للجالية الجزائرية، الجالية المغاربية والجالية العربية المقيمة في فرنسا. وفكرة الشاب خالد أيضا أنه يمزج الأغاني الجزائرية بالطبوع والإيقاعات الموسيقية العالمية، الجاز والروك والبوب وحتى الإيقاعات الشرقية. وباش نردوا على هذا الفنان المغربي بأنه لا علاقة للمغرب لا من قريب ولا من بعيد بهذا الحفل، لأنه ما كاين حتى أغنية مغربية في هذا الحفل. 23 أغنية جزائرية شاركوا بها أندو تروا سولاي في هذا الحفل. من بين هذه الأغاني الأغنية الرائعة المنفي اللي هي ترجع لتراث المقاومة الشعبية، إبان فترة الاستعمار الفرنسي في فترة الشيخ محمد المقراني، واللي كتبها أحد الشعراء اللي نفاتوا فرنسا للكاليدونيا الجديدة. واللي غنى هذه الأغنية أو غنى هذه القصيدة أولا هو الفنان القبائلي الكبير أكلي حياتن. عاودها بعد ذلك رشيد طه في ألبوم سنة 1992، وعاودوها في هذا الحفل اللي حققت شهرة كبيرة. من بين الأغاني أيضا الناجحة الأغاني الجزائرية أغنية عبد القادر أبو علام اللي تعتبر أيقونة هذا الحفل. أغنية أيضا يا الرايح وين مسافر للفنان الكبير فنان أغنية الشعبي دحمان الحراشي. أغنية أيضا بختة اللي هي قصيدة للشاعر عبد القادر الخالدي تراث مدينة معسكر. أغنية وهرا أيضا للأستاذ الراحل أستاذ الأغنية الطربية الأصيلة أحمد وهبي، إضافة للأغاني اللي غناها خالد، ديدي، عيشة، وهرا نسي حتى انت طوال وجنحيك، وبعض الأغاني اللي غناها رشيد طه أيضا واللي غناوها فضيل. من بين الفنانين المقترحين اللي من المفروض يشارك في هذا الحفل، تمنيت لو كان شارك في هذا الحفل كان راح يحقق شهرة ما تصورهاش، اللي هو الشاب مامي. ولكن بسبب ارتباط الشاب مامي بعقد عمل فني مع شركة فيرجاين اللي تداخلوا شروط هذا العقد مع هذا الحفل، وبالتالي ما شاركش الشاب مامي. من بين الفنانين المقترحين بعض المصادر تقول بأنه خالد لما سمع بأنه مامي ما يشاركش في هذا الحفل اقترح عليهم محمد لامين، واقترح عليهم أيضا فلا عبابسة كعنصر نسوي فنانة تشارك في هذا الحفل. محمد لامين أو فلا عبابسة نظرا للقدرات الصوتية اللي يتميزوا بها هاد الفنانين في زوج في لاسان
أمام الجمهور، ولكن للأسف ما شاركوش، وبالتالي جابوا فوديل وجابوه فقط باش يكملوا به لو جروب عنده 3 سولاي 23 أغنية. هذا الحفل أنتج بعد ذلك في ألبومين 2. صنف هذا الحفل أندو 3 سولاي في المركز العاشر عالميا كأشهر حفل فني في فرنسا وفي أوروبا. تحصل هذا الألبوم لأنه وزع في ألبومين 2، تحصل على 2 ديسك دور، قرصين ذهبيين، وهي أشهر وأضخم جائزة في موسيقية في أوروبا. تحصلوا أيضا جروب أندو 3 سولاي على جائزة وورد ميوزك في إيطاليا سنة 2000. تحصلوا أيضا على ديسك دور كأضخم جائزة عالمية في تاريخ الموسيقى. جوائز كثيرة، وهذه الجوائز تنسب لأندو 3 سولاي الحفل الجزائري. ما عنده حتى علاقة المغرب بهذا الحفل، لا من قريب ولا من بعيد. فكرة هذا الحفل هو الشاب خالد مع يونيفرسال، مع أيضا اللي كان مشارك في تأطير وتنظيم هذا الحفل هو الفنان البريطاني ستينغ. 60 أكثر من 60 عازف وملحن وموزع موسيقي شاركوا في هذا الحفل من جميع الجنسيات، من فرنسا، من إنجلترا، من إيطاليا، من بلجيكا، جميع الطبوع شاركوا، من مصر أيضا 35 عازف وملحن مصري شاركوا بآلة الفيولون الكمانجا. بلا ما ننساو ونترحموا على العازف الجزائري العملاق جعفر بن ستي، عازف آلة الترومبات، اللي كان الجزائري الوحيد المشارك في هذا الحفل اللي توفى سنة 2023. هذا الحفل أندو 3 سولاي سي غراسا خالد، نقولها ونعاودها. الجمهور اللي جاي يتفرج في هذا الحفل جا خصيصا من أجل الشاب خالد. الشاب خالد كان هو الليدر في هذا الحفل، كان هو الزعيم، كان هو القائد وقائد أوركستر الفرقة الموسيقية، هو الملحن والعازف والمنتج البريطاني ستيف هيليج. نتمنى المعلومات تكون واضحة، نتمنى الرسالة تكون وصلت، وتحياتي.